عارفة كيف حاسة؟ معصبة. رؤية بنت هي بتقلي دايما معها. عندي حبة سخونة بتكون. وينما كل ما بعوزها بتختفي. اشتقتلها. ضايعة أنا، بطلت أعرف شي. بحس إنه كل شي راح من إيدي. عبالي أحكي مع حدا بسمعني. مش معقول اللي صار فيه. شو وقتها هلا؟ حطوا الكاميرا. كاميرا واحد محلها. سكوت. ان شاء الله ما تعذبنا باللايفات بس. شايف انه غطوا الكاميرا يا سليم؟ دير بالك بدنا نعيد مرة تانية. بحسي حالك؟ حكي على القطيع. بدك شيء؟ واقف. منعيد مرة تانية. ميرسي. غطوا الكاميرا. يلا. اتنسيون كاميرا. امتى كل شي بلش؟ كله جاهز. وقيت بيجي عبالي ارجع لورا. اتنسيون. اما بعدنا وصلنا. استوديو فري. انا كل حال شو خاصك انت؟ كاميرا فري. واقف. منعيد مرة تانية. قصدي انه شخص قريب منك بتحبي تحكي عنه، امك، اختك مثلا. في مثلا ستي اللي كانت عايشه بفلسطين. لا شو هالقصة؟ على الحال بعمرك ما شفتيها. واذا يعني ليش لا؟ كاميرا واحد محلها. لموضوعنا الجديد. حاضر كاميرا. ايوه. كاميرا 4 حاضر. ايوه. كاميرا 5 حاضر. ايوه. محلها. جاهزين للجنريك؟ فيديو حاضر. يلا. اتنسيون. سليم عند التوب فوتهم. لا. دموزيل نهلة ظهرك للكاميرا بليز. توب فيديو. توب سليم. توب نهلة. لا. توب بلاي باك. كل شيء جاهز؟ اوكي؟ اوكي؟ يلا. ومن جهة أخرى أشارت الصحافة اللبنانية إلى توقع هجوم إسرائيلي واسع النطاق في الساعات المقبلة. إن ترسوبة الجنوب هي قنيطرة العرب لسنة 75. نحيي المناضلين الشرفاء الذين رفعوا رأس الأمة العربية بنضالهم وصمودهم وتحدياتهم للاعتداءات الصهيونية النازية المجردة من كل خلق وإنسانية. وسكوت الدول العربية على هذا الوضع يعد مؤامرة على جنوبنا العزيز. وقد لجأ سكان كفر شوبة إلى مرجعيون والنبطية وهم لا يعرفوا ما سيكون مصيرهم. يقال أنه يوجد شخصية صرحت البارحة بأن الدولة لن تتدخل لأن المعركة هي بين الفلسطينيين والإسرائيليين،
فما هو رأيك؟ People say that the government has no control at all in the south because the Palestinian prisoners are there. Is that true? إن مصلحة الشعب اللبناني ومصلحة الشعب الفلسطيني هي واحدة ولن تتجزأ، وهناك اتفاقية القاهرة. But you didn't answer my question. سؤال بيقولوا إنه بلدة كفرشوبة تحت سيطرة الشيوعيين، هيدا مظبوط؟ فلسطيني أم لبناني، شيوعي أم اشتراكي، هذا هو المهم. المهم أن جميع سكان البلدة قد قاتلوا كشخص واحد أمام عدو واحد، العدو الصهيوني. اطلب باركور للعلبة الحمراء والبيضاء ولا تنسى الاسم باركور. وقد تتأكد توقعات ياسر عرفات رئيس منظمة فتح بنشوب حرب خامسة في الشرق الأوسط إذا ما تأملنا الوضعية المتفجرة التي تسود جنوب لبنان. هاي وبعدين شو قصدي؟ لوين بدك توصلي؟ بتعرفي شو؟ كل ما بشوف نبيل بسأل نفسي شو بدي. بدي أعرف عن مين عم تحكي أنت؟ عن نبيل ولا عن نهلا؟ بدك شي من المحل نزل لتحت أنا. فجزار سلموا لميشيل. اوكي. أهم شيء التلفزيون. هذا كل شيء. إذاعة كمان. ألو؟ نهلا؟ جرايد الصحف. كيفك؟ صفر. بس قلتك. تخيل إنه شو بده يكون صاير؟ لي زمان بدي اتصل فيكي بس مش يا عظيم تمام. بس التلفزيون غير. لا والله نهلا لا. بنبقى نشوف بعض، لازم نشوف بعض. دغري بعد الأخبار. طيب اوكي. ببقى بتصل فيكي. ايه باي باي نهلا. الفني ما حدا بيقرا الا اذا كان نشر عرض. بقى نحن مشترين كلهم، كل جريده مقال وخلصنا. وهلا اسمعي، بدنا حدا يكون قريب من نهلا، يعرفها منيح ويعزها طبعا، يعرف تماما طبيعه جمهورها ويقدر يقدمها للناس بشكل ذكي بعيد عن الاساليب الديماغوجيه وقلة الذوق. ما حدا غيرك قادر يستلم هالمسؤولية. معك حق بس لا. طيب تناخذ المشكلة من ناحية تانية. بدي نهلة. من هي نهلة؟ منين جاي؟ منين طالعة؟ كيف بتمشي؟ كيف بتحكي؟ كيف بتغني؟ كيف يشوفوها الناس؟ مظبوط. أكثر من هيك فيها تفرض شخصيتها هي. كل اللي عم تقوله مظبوط بس لا. مش معقول انت. دورت ايام الشتي ودورت وقت الثلج، بقيوا يلي بقيوا وهج يلي هج.
صغار لبعود اقرا بهالكتب ولبعود عمر دار بجمع حوالي حطب وبشعل بهالنار خدني معك يا حب شي مشوار وعالسكت وشوشني اسرار اسرار خدني معك يا حب شي مشوار وعالسكت وشوشني اسرار اسرار مدري شو صابوا هالعمر هو نسق الاغاني حسن احد النبي ولا ليلة ولا يوم انا دقت النوم ايام بعدك ولا ليلة طبعا بصرف لك اياه. نحن هون ببيروت عودين نبيع كل شيء ونشتري كل شيء، حتى الشيطان اذا بدك بيشتري لك اياه بيصرفه وبرجع ببيعك اياه. هات الدنانير للكات. ايه نسيت، ولكن قيمة الدينار أكثر من الفرنك. لك ما فهمت علي، هي ما إلها علاقة بهي. شو اشبك حبيبي؟ نحول عيونك حيث تطلع. ميشيل ما شلحك أبدا؟ بلا. مرة الشاب اللي عم بيشتري المحل وأنا هون هجموا عليه قرطة بدون يشفطوه، قام فركها مع اللي هجموا عليه بعد ما اتفقوا إنه ينظفوا الصندوق منيح ويتقاسموا المبلغ سوا. هلا بعدك جاي، هلا مرقت من هون بسيارة سوداء مع امها قاعدة ورا، بسرعة فيك تلحقها وين؟ كانت مبوظة هيك كأنك دالي عليها سطل مي باردة، بسرعة فيك تلحقها. يا ريت عن جد بدو عليها سطل مي باردة. الحقها وين؟ يلا لك ليك وين صار؟ شوف كيف قلع بسرعة. مسكين. راح يقتل حاله كرمال مهلا. مرقت عليه ايه؟ شو مرقت عليه؟ كانت لابسه صدقني، كانت لابسه عوينات سود كمان. على فكره انتوا رح تشوفوا هند معك؟ قولوا لها انه ما رح اقدر امرق على الجامعه، مضطر ابقى هون، خليها تمرق تاخذني. طيب خيرنا يلا. مع السلامه. سلام. عليهم الشباب، تفضلوا. عليهم. تفضلوا. وحدني بيبقوا مثل سهر البيلسان. طيب انتوا رح نتركوا هون انا ايه؟ هيدي نهلة عم تغني. هيدا ختيار صار من اول ما ترك ارضه من 12 سنة ما فتح تمه مرة وحكي مع حدا. يا عشق باشر فوق هالحيطان طويت ورد الليل عكتابي. هيد تعالي. اهلا وسهلا. كيف حالك انت؟ منيحة؟ الحمد لله. تفضلوا. ممنونة. مرة ثانية.
الحمام بقيت لحالي لحالي يا ناطر من الثلج معاك فتش عليك بعد ما وصلنا اخبار هلا، بس وصلنا اخبار من امك، بعدين انا كمان ما بعرف اخبار عن خيي الكبير. انت تسبقيني على البيت وانا 10 دقايق بكون عندي. طب انا خليك ناكل اخبار. لا خلص جاي خلص. عربي شايف قطعة السما هيدي؟ ب 12 كانوا الاول 74 طلع منها طيار ثاني. حطهم؟ لا شيء ثاني. 4 ساعات قصف متواصل، الناس هون قدرت تخبط مطرح ما قدرت، وهونيك كيف في صبي هربان شوي وقف طلع لفوق طيارة فوق بزق عليهم، رجع برم ووقف وبزق عليهم، رجع برم ووقع. منك مصور محترم اكيد. رقبتك من اول ما وصلت ما اخذت ولا صورة. هاي ما تزعل، ما راح اقول لحدا. هاي ما تزعل، ما راح اقول لحدا. انا باري الله يسامحك. اهلا يا خير يا احمر. يلا باي باي. والله ما بعرف تسأل حيواني. بدك وليد. عربي شايف قطعة السما هيدي؟ ب 12 شوي وقف طلع لفوق طيارة فوق. بيشهر والغابي بيضل مثل الشتي دقوا على بوابي على بوابي يا زمان يا عشق كاشر فوق هالحيطان طويت ورد الليل عالكتابي برج الحمام مثور وعالي فجر الحمام بقيت لحالي سرع شوي. نمرة 3 بترجع بتبلشي مثل كأنه الموسيقى عم تدق، عرفتي كيف؟ خدني معك يا حب
شيل شوي. بنبلش من اوله لحديت خدي معك يا حب غير مقطع بصفحه. عالسكت وشوشني شو بكي؟ اللي مش قادر افهمه انه انتوا ونهله ما بتحكوا مع بعض وصاركم 3 سنين بنفس الفرقه ولا هو. حاجة تنمر علي بالقصة. هذه اشياء بتفهم فيها انت يا مشيت. هي مثل حضرتك كيف بتضل تسب الامريكان كل النهار وبعدين بتدخن دخان امريكاني. بس انت ما بتشوف كيف بدعسها. بمشي ثاني. ما بعرف منيش انت طيب هلا ما فينا نجرب شوي بركي بيمشي؟ قلت لك ما بيفهم بهالشغله ما اقتنعت. اكيد. لا One cannot in negotiations speak of any particular point at which there's a breakthrough. I'm trying to narrow the gap between هيدا شاطر يروح من طيارة لطيارة ويعمل وعود ويوعد هالناس باشياء تافهة وهو كله لا يجرهم على الطاولة. ويخي شي تطلع فلة فينا. what further progress can be made. Have you already narrowed the gap between the two sides? As I have said on several occasions, the gap has narrowed, but it always remains to be seen. تعملي معي معروف. Finally be closed. تبعي عندي كم من يوم بالبيت. أكيد رح يتلفن. مين؟ نبيل. اتركي هالمكتب بقى. أنا محلي كنت تركته من زمان. ما عم ينفعك بشي. ما بدي أرجع أقول له. رجعي اشتغلي بالجريدة. ما بحياتها صارت لك تحسي حالك غرقانة بالمي مش قادرة تطلعي. وبعدين نملة على أيام، على أسابيع، على ساعات، على كل النقاط. لك حتى هالتفاحة اللي قشرتها أخذتني ساعات، واللي أكلها رفيق من فوق الدك. والأضرب إنه أنت بتعرفي هالشي وما عم فيكي تعملي شي. بشوفي كل واحد رايحة جاية عم تتحركي، بس أنت بالحقيقة مثل المراوبس. شو عقول؟ بدوبوا مثل السكر. بتعرف شو قال لي نبيل قبل ما يروح هلا بشوي؟ قال لي جبت لك أنية هالكونياك وجبت شمع، خلينا نتصالح ونجيب هالولد. ولد بعد 6 سنين؟ مجنون. قبل كان خايف لتنحصر حريته، ما ينجبر يقعد بالبيت. الأهضم من هيك إنه كانت أمي تفكر إنه أنا اللي ما بدي إياه للولد. أنا نيتي بالحياة إنه يجيني بنت صغيرة، إنه أحضنها وأحبها وحتى صبي. الأحلى من هيك إنه كل ما أسأله شو بدك من هالحياة، بتعرف شو جاوبني؟ كل الكلام ده اللي بتقوليه صحيح، بس ما قدرش ما بيقدر. الأحلى من هيك إنه هلا أنا ما بقى بدي. تعبت أنا، حتى إذا ما معي حق، حتى إذا غلطانة حرة.
الو مشان يا ريت هالعمر اللي هرب يرجع ونحن صغار لبعود اقرب هالكتب ولبعود عمر دار بجمع حوالي حطب وبشعل بهالنار خدني معك يا حب شي مشوار وعالسكت وشوشني اسرار اسرار خدني معك يا حب شي مشوار وعالسكت وشوشني نبيل بدري شو صابوا هلا شو رأيك يا مان؟ هذا كويس ولا بلوط، هذا كلام فالصو. هيدا نبيل دايما متردد. شو بده يعمل؟ اسمعني، انا طالع على الكابينه، ان شاء الله يكونوا مخلصين، ان شاء الله يكونوا مخلصين الفلتر. انا بالبنك اتصلوا فيا الساعة 10. ليه؟ خذ لي وجه صورة هيك. نهلا اعملي بروفيل، نهلا اعملي هيك بروفيل. من ايوه زين نهلا عليكي. طلعي فيني هيك، اعملي هيك، اعملي مثلي. شايفة كيف؟ ما هيك بدك؟ ما بتنطق. ها؟ مش سامع عابة شوي؟ ما بتنطق. ما شايف حالك من لهيئة؟ تكرهيني؟ منا جديدة هيدي أبدا. عفوا ما ماليش. ما حلوة هالشغلة. تعطيني جزء تاني من فضلك. ما لازم. ما لازم. خليكي على نفس المسافة وبدون مشمش. ما بتنطق. شو ده عندك؟ شو ده عرفني شو ده؟ حبالي مش شايف كيف عم تطلع على الناس. يعني نتكلم عن أوضاع كما هي. بصراحة التجربة هي معها حاسمة جدا. لهذا فهو سوف يحاول أن يفعل شيء. كمان في شغله بدك تفهمها مزبوط يا اخ، انه لهلا القوات الصهيونيه عم بتقوم بالشغل بدل اليمين، بس وصلنا لمرحله مفروض انه اليمين يتحرك فيها. المشكله ما بقى مشكله ما بين قوات المقاومه والقوات الصهيونيه، بس تحولت لمشكله الجنوب اللبناني. حتى بعد الاحتجاجات الناتجه عن سبتمبر الاسود. مثل ما كنت عم بقول لك قبل كل شيء، في شغله لازم تفهمها مزبوط يا اخ، انه طالما عم نقاتل العدو الصهيوني عم بيقبلونا. برأيي أيوة، اليمين اليوم مهدد في بلدي، بيقدر يظبط المشكلة مع اليسار اللبناني، على إنهم لما بيحسوا حالهم مهددين المكتبة لا تحاسب وتقضي شهر، بس ما كنت عارف شهر بينتهي كده بالشهر، صار لازم ذيك مكيف. يتحدوا اتحاد كلي، وهنا ردة فعل البلدان العربية ليست بلا سبب. بالحقيقة المشكلة هي ونحن هنا على حسب الظروف، ساعة نكون ذريعة وساعة يستغلوننا لتفجير الوطن. انت عارفة انه سليمان فلسطيني؟ بقصد فلسطيني الاصل. عنده مستندات ملكية، ناطر يوم التحرير حتى يطالب بحقوقه.
جرب بعد جرب. نعم احكي جد. ايه مش معقولة؟ صاحب الانترا شو كان؟ فلسطيني. صاحب الانترا شو عملتوا فيه؟ انت وجماعتك ولا نسيت؟ معك. اهلا بك. وانت شو؟ انا طالع روحي بالبنك. وينه نبيل ما اجا؟ نسيت من قال انه هو ما بحب البنك صحيح؟ يصطف. عندي شيء لإلك. تعالي شوفي. بعد في فاشل. مين بدي اقول لك ولا هلا هيدا انت؟ لا انت. يا الله ما اهضم ويلا يلا ما اهضم. هيك عملك خليه يحكي. خديتهم بدون ما قصدوا اكتشفوا وتشرف بمعرفتك بكل صراحة وش نقول لك؟ انا حاسس ليك ما جبت لها النمرة وبعدين شو اللهجة اللي عليه؟ والله صح ولا جبهان جزائري. جزائري؟ شرف. نهلة بس انا برأيي صار لازم نبحث عن نمط جديد في حديث انستغرام هذا مودرن اب تو ديت. صار لازم نخلق لنهلة اسلوبها الخاص. ما هيك يا مها؟ My friends cannot assume such a responsibility. It's too much for them. Don't you understand that in a game of patience, there are certain rules? Of course, but this game can destroy us. You only shuffle the cards. We are the ones who play. Mr. Muffers, don't you think I'd like your country? ما الأي؟ نقدرك تبعني؟ نفيت أنا ده؟ بتصور قديش مبسوط لما بشوفك على التلفزيون بعد ساعة. بتعرفين؟ حكيت مع سليمان اتفقنا انه تكوني بأبو ظبي بنص قدار لسانة تدخلي بقطر بس بين اثنين نظبط زميت على لندن بدون ما حدا يحس ويعرف وهونيك منفجوا غميق الصرف قد ما بدي. قد ايه الكمية؟ صديقتي معها جاي معنا ما هيك؟ ولو لعيوني انت غالية يعني بدي لك لا تقلي انا بدك لا تقلي كمية كفي وتوفي لا تلبس وتغذي وتسلح فرقة مش لوحدك حيلة لا كالعادة حياتي على البشرية كلها. جبان حكي لك قصة حساسين جدي بحيفا. مبسوطة كثير بتشرفي. هاتك عم تتسلل مشان الجنون من الفرح. على طول لحالك؟ لا مانيش وحدي. علاش؟ انت لو كان بده يحصل شي كان حصل. دايما نلتقي هون. نحن هون لا عم بتضايقني. كيف؟ دباني يلي عم بتحوم براسي. شي هون عم تفهم؟ جاي عبالي انفتح ما في سبب. هالشي بخوفني. كيف؟ عتبان علي؟ لازم فوت ما في يبقى هون جد. عتبان علي؟ أكيد. لبنان كان بؤرة سلام واستقرار بالمنطقة، بس بعد اللي حصل الحالة مش معقولة.
في طرف من الأطراف خلى التوازن يختل. مين الطرف نصر اللي خلى التوازن يختل؟ ما في حدا اليوم بينكر انه ما بقى في توازن بديهي. طب قل لي مين اللي خلى التوازن يختل؟ طب ليه محتد هيك؟ عم بحكي مع الزلمه ببساطه على رواق. سؤال، عم بسألك سؤال وبس. قل لي مين اللي خلى التوازن يختل؟ على كل حال مش انا. فظيعه انت. من يوم ما بعرفك وانت حامل هالتحدي وماشيه دايما انبذه، دايما رافضه. بتعرفي ليه؟ الاسباب شخصيه مش لاسباب سياسيه. اسباب شخصيه؟ سامع العربي؟ سامع؟ ليش دخلك حبيبي؟ عم نحكي نحن سياسي ولا عم نحكي عن اسباب شخصيه؟ بعدين كلام سرك ليش انت هلا عم نحكي عن الوضع السياسي ولا عن مشاكلك النفسيه؟ وبعدين ما جاوبتني على سؤالي، مين اللي خلى التوازن يختل؟ طيب رؤي، كان قصدي اقول انه في اساليب نضاليه ما بتفيد، ما بتساعد ايجاد اي حل بهالظروف الراهنه وبس. لا انت بتعرف غريب الاطوار. اللي ليش ما بتسميهم باساميهم للجماعه؟ ليش ما بتسترجي وتتجرأ تقول انه عم تحكي عن فلسطينيه؟ وبعدين لهم غير حل، لهم غير حل انه غير انه يحاربوا. اللي بس هيدا الحل اللي انت ما بيعجبك. انا؟ نعم. انا بكل صراحه باكد لك انه ما إلي اي علاقه بكل هالمساله. لوين رايح؟ لوين رايح؟ ليه ما بتجاوبني على سؤالي؟ لوين رايح ولا بتهرب منه؟ طيب فهميني، ليش عم تدخليني دايما انا؟ ليش بتلبسيني مسؤوليه كل المشاكل اللي بتخصك انت؟ حياتك الشخصيه. طيب ليش انا؟ الشغل، نبيل، نهله، وبعدين مطرح ما بتحط ايدك بتنزعي، كل شيء بينهار. بتعرفي ليه؟ طيب ليه ما تسالي حالك ليش؟ ولو مره بحياتك. انا محلك. انت محلي؟ انت مش معقول، انت محلي؟ بترجاكي، الوضع هون مش مناسب، ما تستغلي. الوضع ليش؟ في انسب من هيك وضع؟ بعدين بدي اسالك سؤال، انا بدي اقول لك شغله، انت وقت اللي بتبلع ريقك ما بتتسمم؟ قلت لك بترجاكي هالسهره سهره نهله. شفت كيف بيتهرب؟ شفت كيف خايف من الواجهه؟ شفت كيف بخاف الزلمه من الواجهه؟ مين هو نبيل؟ نبيل كان جوزي. افتكر كان غلطة نبيل. نشتري شمعة ضخكم لك وهالبنات ما بقى يأمنوا بالله. بتتذكري عيدي هذا؟ شو صار لك؟ لك اخي تعال خلصي بالعصفورية. حتى لو ما كانت شاطرة بالصف. لا ولا عليك. يا حياتي ما احلاها.
هذا وجه وجه القمر. شايف ملكوك السيجارات لبسته؟ وباك سنسي وكلبو ذبحتني ذبح. لا بد شوي بنلاقيها. ام الاحمر هذيك شو بجوني اسالوني كيف بصوري. أحباء المشاهدين، بنحييكم وبصرنا الليلة نستضيف الفنان الشاب الموهوبة نهلة. نهلة اليوم بتهيئ نفسها لحفل غنائي على مسرح البيكاديلي تتحف فيه جمهور البيروتي بأحدث أغانيها. وبنبدأ بالأسئلة. السؤال الأول هو إنه العالم العربي بهالأيام بعيش مسحة حزن بسبب فقده لكوكب الشرق أم كلثوم، واليوم الفنانات في صراع أو بالأحرى تنافس بيناتهم ليسدوا هالفراغ، فهل أنت بتطمحي لسد هالفراغ هيدا؟ لا، أنا مش قصدي أبدا عبي أي فراغ. على كل حال أنا ما نزلت على ساحة الغناء تنافس حدا يعني، المهم إنه الجمهور يكون مبسوط، إنه صوتي يعجبه، ما هيك؟ وبعدين يعني أنا ما بظن إنه حدا ممكن ياخد محل أم كلثوم أو أسمهان. طيب في أغلب أو بعض الصحفيين بيقولوا إنه أنت فنانة هالعصر هيدا، فنانة شباب اليوم، فشو رأيك؟ والله ما بعرف، بتمنى. تتمني شو؟ Oh my! All right. Whatever you said is all right with me. I think I'll go out and come in again. It's too good to have missed. Aren't you sweet? Thank you for being here, and I love you. ما الوحيد اللي لاحظت انه اوقات بسها جربت تفتح مع الموضوع، رفضت دغري، ما بعرف ليش. شو ما بقى في الا 3 ساعات. بقى في وقت. وين سليمان؟ مرة واحدة فوقي بعضها قالتنا اني ابيها دخلوا الصالة وكان عيتنقل. لانه ما بتعرف شغله؟ ما رح يموت بده يعرف مين عاطيهم كروت العزايم، ما رح يعرف وبكره رح يصطفوا بالميات قدام مكتبه. طيب خلص منك عارف حالك وين بدك تروح. أيام الشتي ودورت وقت التلج، بقيوا يلي بقيوا وهج يلي هج.
هلا نزليني هون. طولي بالك، هلا المهم تنامي وما تفكري بشيء. سليمان الكريم بكره انا بدبره، واذا ما عجبه يبلط البحر على كل حال. انا المهم عندي انك تنامي وبعدين بنشوف شو بنعمل بكره. ما بعرف انت المهم هلا تنامي. وين رحتي؟ وينك؟ ما بعرف. لا ما بدنا نحكي عن هيدا هلا، مش رح نحكي عن هيدا هلا. الله تغير كل شيء، مش مضبوط اللي عم هيدا ما انت اللي بدك هيك. شاني شاني انا جعانة ستنا هلا ضيعت صوتها. كان صوتها كثير حلو مسكين، راح جعان. ستنا هلا بعد ما نشف شعرك ما بتقدري تعرفيه هلا. شوفي ما عندي انا بهتم فيها. نعم مدموزيل نهلة. نعم جاي شفت المدام نهلة اتصلت فيي من هون قبل شوي. ما بفتكر انه هي هون. مين حضرتك؟ بلا هلا اتصلت فيي، كيف بده يكون هون؟ عفوا تاكد اشوفك. لا انا مش نفسي. ليكي شو عملوا فيي؟ ليش عم تطلعي فيي هيك؟ تعرفي من تشبهي هند؟ تشبهي اللي الطالبات اللي تبعوا التطوع تاع الثورة الزراعية. صحيح؟ شو بيعملوا الطالبات المتطوعات؟ والله صحيح. تشبهي طالبات متطوعات. تعال شو؟ انت الواحد ما في الحال الايام تغيرت. هند انا رايحه على المقطع، بدك شي من هونيك؟ ان شاء الله يعطونا الاولويه لان تاخرت عليهم كثير. باي. شو صار لي شي نهار ايه؟ شو نهار؟ زوجك هون؟ بلا تجليد. ايه عم بقول لك زوجك هون. مرحبا نبيل، في شيء؟ مش هاخد كتير من الوقت. ضيق علي تغلى دول معي. كنت اقول لك بس اني قررت نرجع مصر. ايه رايك؟ عملت لي اياها، مش عم فهم عليك، عملت لي اياها مثل كأنك عم تعزمني روح معك. ولو كان هو ده اللي بطلبه منك. انا جاي اكلمك عن قرار مهم وانتي طيب تنطرني دقيقتين على الدرج وبعدين بنحقق. لا بس لخلص هاي كيف؟ خارجين؟ شو هالمسخرة حسن؟ هيدا الشغل ما في شي بينقرا بيناتهم. شو؟ طيب نبيل، مأكدة إنه بينك وبينه ما بقى في شيء؟ فينا العيشة. بدك الحقيقة؟
عملتي كل شي تتخليه يفل. مزبوط ولا لا؟ طب فوق الدكة انت قلتي لي انه لما طلب منك انه تلحقيه ما قبلتي. ما عم يبين شي عليكي، بس انا مأكدة انك عم تغلي. شايفة انه ما بدك تحكي عن الموضوع؟ هي ذكرتيني لازم اتصل برفيق، اكيد بيكون زعلان مني هلا. ما بتحكي لي شي، متضايقة ما هيك؟ بس من شو خايفة؟ كيسكو سا بو بيان تفوت؟ قليلة انت كم مرة صرتي قايلي كاسكو سا بو تفوت كاسكو سا بو تفوت، اذا هقتي رب باكد لك انه في بالبلد اليوم على القليل 600 واحد عم بيقولوا راح صوتها كاسكو سا بو بيان نفوت. سا n'a rien à voir. Ce n'est pas sûr. أنا عم بسألك بس تفهم كيف تعملي تتخلصي حالك. أنا ما بعرف. شو مبين انه على طول حاسبك؟ مش على الموت بس. على فكرة ما كان المفروض تنامي على المهل اليوم؟ الشيء الاساسي هو اللي عم بالنسبة لرؤوف الأساسي ماهوش هنا. ايه مظبوط. بعدين نهلة ما وعدته بشيء. هيدا الشيء اللي مش قادر افهمه. مين حكي عن نهلة هلا؟ مين؟ انت وهو وهداك، واذا ما بتحكوا عنها بيكون شيء اضرب. بس انا بعرف منيح. في شيء مش قادرين تفهموه حضراتكم. انتوا بالنسبة لها مش موجودين. دميات. ما عندكم شيء بيتاكل هون؟ هند اكيد ما تعرفنيش، ما تحطنيش في السلة معاهم. انت بذاتك قلت انك مش عم تقدر تنام. ما تدخلش عندنا في موضوع المشاكل. طلع علي النوم هذاك مكانه. طيب اذا كانت مفاهيمه مشكله هالقد ليش لازم نهتم فيهم نحن؟ شو رايك فنجان قهوه؟ ايه وانا كمان باخذ فنجان قهوه اذا كان في، ما تعذب كرمالنا. شو بتعرف تناور انت؟ انا اللي بيعرفوا يناوروا مزبوط صاروا بالجهه الثانيه هلا، خاصه انه مصر حاليا خرجت من ساحه المعركه وخيك السادات مخبى ورا خيال اصبعه. بكره بتشوف شو حيصير. شو رح بيصير بالله؟ متضايق وهو معنقر لي نعناع على ودنه. هذه هي عليه. هند كان معها حق لما كانت تقول رح يجي يوم ندفع فيه ثمن فشل سياسة الانفتاح. بس مش عارفين منين بدها تجينا الضربة. على كل حال إذا قلنا إيه أو لا بدهم ياخذونا على الدبل. بلغوني القصة، عم توافقهم أنت كثير اليوم. شو عملت بالنسبة للمقابلة؟ هند مثل عادتك ما بتسكر الباب. لا أنا مش مطاولة. ها؟ بهالكم يوم. كيف؟ صحافي من جريدة اللومون صار له جمعة ناطر. هذا ما بيمنع إنه تسكريه. باين مفرفح كتير وعيونك عم يلمعوا. انا بحط شرط انك امبارح ست بوزك صار لك من عبقة الصبح نازل بالزنار ونازل. بالك عم تقرا المسخرة يا طلال. مش غريب انك توصل لهون. فبتدير بالك على صندوقك وما يكون مبخوش. انا اللي عم بحكي بين الزنار ونازل. خلصونا من القصة بقى، بعدين مطولة كتير بعد قصة الصندوق المبخوش. خلي مستواك اعلى يا مرسال. خلي مستواي اعلى. ظاهر شغلت له فكره هيدي. Toutes les chicanes se font chez nous. Le monde arabe même
n'est pas tout à fait d'accord. طالع عبالي غني قصيدته بس بدك الحقيقة بلفت وخلصت. هذا اللي حبيتي تقولي لنا؟ ايه بينسى الواحد ايه؟ الواحد بينسى لأنه حلو. فهمت شي على اللي قلت لك ايه؟ والله شو بدي اقول لك كمان اللي فهمته انه حالتك بالويلة ما. والله ما بعرف ليش عم خبرك هالقصة على كل حال. يلا انا رايح. هلا؟ لك ايه عندي فايقة بكره الساعة 6 بدي اروح على طرابلس، سمعك خبر انه ابو عمر مفقود؟ شو القصة؟ لك ايه اخذ شخطورة وبعدين انفقدت الشخطورة حد طرابلس وما حدا عارف اذا الاسرائيلية اللي خطفوه اذا بطلت الشخطورة وما حدا عارف اذا ميت او عايش. صار لهم 5 ايام عم يفتشوا عليه وبعد ما في اخبار. ما راح فيكي تغني بقى. مش معقول. ما فيكي. ما بدك تفهمي هالحقيقة وما بدك يعني لانك عم ترفضي هالحقيقة. يا أخي انت يلي دايما عم بتحاول تقنعني بهالشي، مشان هيك ما عم بتحملك. فهمت؟ شو بعمل يا عضلة لازم اتخلص منها. بتعرفي صارت معي قصة بعمان قالوا لي الأسود. عم بحكي مع واحد عمره شي 24 25 سنة، كان عم يبكي ودموع على وجهه. ما بعرف إذا فيك تتصور إنه هو عم يبكي، شاب عمره 24 25 سنة، وأنا بطلع فيه ما حسيت بشي. حسيت يمكن إنه بالعكس إنه لازم حدا يوصيني إلي يعني. بس هلا وأنا عم بحكي لك إياها يعني تشوف بدني.
جاي بدي اشوف ميشيل ها؟ ميشيل؟ ضيق من الموضوع ميشيل في شخص طالبك. السهل؟ شو هتعمل هون؟ والله جاي اعزك بدي اشوفك بدي احكي معك كلمتين برا. خير شوفي ما في شيء بدي احكي معك كلمتين معنا شيء ايه؟ احكي هون ليش برا؟ معنا شيء برا اخوي عايزك كلمتين عندي بس برا. في شيء ضروري؟ لا ما في شيء. تيجي معنا شو في عندك؟ يا اخي في عندي اصحابي فوق ليش نهله فوق؟ ليك ما قصدني يا زلمه. هند انا عارف ليش رح تيجي لانه هند فوق. لك هند ما لها علاقه. ما لها علاقه هند بالموضوع. طب بس فهمني كيف راحوا ولا 2000 ليره؟ بتضلك تقول لي في ناس بحساباتها. لك يا ناس خلص ما فرقت. ما انا صرفت الدوتش عاد صرفت فرنك بالسير. طيب معك انا يا زلمه طيب انا حطيت المصريات بالجرو. كيف نقصوا ما بعرف كيف صار. بتعرف كيف نقصوا؟ هذه المصيبه مرسال. هي مصيبه. حتى تدينت ولا رجعت؟ تدينت ولا رجعت؟ مصيبه كيف صار معي هيك ما بعرف. ما بتعرف انا عارف كيف صار معي. يا مرسال شو ماشي الحال؟ شو مبين دايما بين الجيران انت؟ روح على اليمين اسمع وين بدك تيجي؟ اي مطعم يجي مرات هون بس اظن بالمطعم اذا بده يروح على محل حيروح على المطعم على كل حال. طيب خلينا نشوف وقف شوي. لا من هذا مش اطلع على اليمين. اطلع على اليمين على بالك شوي. رؤوف يلا اطلع بقى. رؤوف وين رايح؟ لك شو بدك تعمل يا رؤوف؟ لك عملك يا رؤوف. خلينا نحكي خلينا نفهم شوي. ولك وقف. مش معقول الزلمه يا رؤوف. تعال هون شوي. صدمت صحيح. اطلع اطلع بقى عم بقلك اطلع. يلا اطلع. يلا اعطيني بعدك خلصنا بقى. عطيفر شايف شو عم بيصير انت؟ شايف شو عم بيصير؟ بليز عطيفر بدك رؤوف بليز. لا لك لشو بدك تتوصل؟ شو بدك تعمل؟ نتركهم يعوزونا لكن وما منرد. منشيل نصعد ومش لازم نرد. هي القصة. بدك تعرف مين؟ بعرف مين. يمكن تعرف مين بس ما تفكر انه يمكن هذا استفزاز اخيرا. ما بتعرف ما بتفكر انه هن بيوصلونا لهالحالة. الله يخليك يا بدي فضي براس حدا. ما شايف اي وضع نحن ما شايف اي حالة. عطيفر بدك. لا بكيته بقى. يلا بسيطة روح ماشي. إنها الواحدة تماما بتوقيت جرينتش في استوديوهات راديو مونتي كارلو. موعدكم مع موجز لأهم الأنباء تقديم الزميل محمد أشهر هنا راديو مونتي كارلو. بالأمس 26 فبراير نظم صياد صيدا مظاهرة صاخبة انضم إليهم فيها عمال فلسطينيون.
والتي انتهت بصفة دموية، حيث تدخل الجيش فقتل 11 عاملا و5 جنود. من ضمن المتظاهرين كان يوجد النائب معروف سعد. لقد اشتد التوتر بصيداء، ولا سيما بعد دفن النائب معروف سعد الذي توفي بالأمس إثر الرصاص الذي أصاب رأسه خلال إطلاق النار بين الجيش والمتظاهرين، وقد كفنت جثته في علم فلسطيني. مالك؟ ما بعرف، أوقات هيك بحس حالي قد النتفة. بدك الحقيقة؟ بس الوضع تغير هلا. على كل حال ما في داعي نلف. بس قولوا على صوت عالي. هالافكار اللي طالعه براس اصحابك الفاشيست رهيبه كتير. رح تدقني ها؟ خلي عني كلمة واحدة كلمة واحدة خلي عني بدي اروح خلي عني. ما بقى فيي، خلص ما بقى فيي. كنت في السوق، ما تلاقيش السواري اللي كنت رايح انزل حاجات من على بالك، كان في ماشي بالسماد، وبعدين الساعة 3 بعد النص الليل كلمني واحد وقال لي انها مليانه اسلحه. رحت عشان اشوف لقيتها فعلا مليانه ردادات. زنقت سليمان وسالته تعرف اللي رد عليا ايه؟ قال لي ولو كانت مليانه اسلحه فيها ايه؟ مش اول مركب بتوصل لبنان مليانه اسلحه. تصوروا مش اول مركب مليانه اسلحه وانا شايفهم بعيني. لا سليمان شو تعرف رد عليا ايه؟ لو كان فيها اسلحه مش اول مركب توصل لبنان عليها اسلحه. لو كان في اسلحه شفتهم بعيني. الدبابات مش عارف راسي من رجلي انا. بسيطة، على كل حال مش أول مرة سامي بيعرف حاله شو عم بيحكي. عينيك كل ده علشانك طبيعي، نستنى مواشي من هولندا وتجيلنا دبابات وما تفرقش معاكي. هلا هيدا اللي يهمك أنت؟ بسيطة، أنت خايف على الأولاد ما يروح لهم الحليب. بسيطة، ما تعتل هم. أنت دخلك مش أنت اللي قنعتي طول حياتك إنه الشغل شيء والسياسة شيء تاني؟ فينك لينا؟ فينك؟ أنت عايشة في ملكوت، فوقي. بكلمك عن دبابات، عن نار، عن قذائف. أنت ما تتدخل. وأنت ما فيني أعمل شيء مشانك. على كل حال. سامع؟ وما تعيدها بحياتك، سامع؟ ما تعيدها. Je ne t'ai rien demandé, je ne t'ai jamais rien demandé. C'est toi qui m'as présenté à Slimane et c'est toi qui m'envoie toujours me fracasser la tête contre les murs. ما في أشطر منك أنت بهالشغلة على كل حال. Tu sais très bien te débrouiller tout seul. Ah oui, très bien, j'ai compris. لا ما كاش منها. Pas question que je fasse n'importe quoi. خلينا من les papiers d'Ashkoupi هذوك. Bon pour l'interview c'est ok. On doit juste me confirmer la date. قول لي وزاري واش كل طن عود ما نخوش تهبلت. انا نقول لك اني مزبوط وتزيد لي همك. بو عليه بالقسم سلم على الجماعه ها اوكي سليم.
راديو مونتي كارلو. قتل اليوم فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية نتيجة إصابته برصاصات أطلقها عليه في مجلسه العائلي ابن أخيه الأمير فيصل بن مسعد. وعلم من مصادر الديوان الملكي في الرياض أن القاتل مختل عقليا. بانتظار ورود أنباء أخرى عن الحادثة نلقي في نظرة سريعة أعدتها هيئة التحرير بعض الأضواء على حياة العاهل السعودي الراحل. وكان يركز في تصريحاته على أهمية عودة الحكومة التي احتلت بكاملها بعد حرب 67. والسؤال المطروح الآن: هل سيفتح الطريق أم يغلق أمام اتفاقية سيناء التي يكثر الحديث عنها هذه الأيام من جراء مقتل الملك فيصل؟ تفاصيل الحادثة وردود الفعل العربية والدولية نوافيكم بها في نشرتنا المفصلة بعد ساعة من الآن. شو بعدين انت من التخت والشاي ما شربتي، بيكون برد بعمل لك غيره. شو في؟ شو صاير بالشارع؟ انت عارفه شو نهله بين دايكي؟ مثل الديناميت، بين لحظه ولحظه بتنفجر بوجهك. عارفه هالشغله؟ ايه ليه عارفه، بس تعرف شغله ثانيه؟ مش انت اللي ورا قضيه السلاح؟ شو؟ مرحبا. اهلا. اجى لعندكم واحد هيك شعره قصير مريض حوالي 4 ايام يمكن. انت مها؟ حكينا عنك وهو ناطرك، صار عنا 4 ايام. ما بده يظهر بس لأن عنده حرارة قوية ونحن المستشفى مثلا ما فينا نخليه. طب أنهي غرفة هو؟ شرقاوي زياد، غرفة رقم 105. طيب أنا الوقت ده عشان تيجي انا طالع دين محبوس. اضطريت احرك جبال عشان يسمحوا لي اني اتلف. طب انت شو عم تعمل هون؟ شو مالك؟ شو القصة؟ ليش مشيت على البيت؟ كنت ماشي. طب يعني مش اللي قال لي. كنت ماشي يوم الثلاث اظن، اليوم اللي قالوا لي على حكايه جبران. كنت ماشي في الشارع ومره واحده وقعت، لقيت نفسي هنا بيقولوا عندي بيريتونيت. مش صحيح، مش مصدقني. ما تبصيش انك شايفه الممرضه اللي واقفه هناك دي مش عايزه تسيبني اخرج. روح خلص بوعدك انك تطلع وحياتك خلص. ده اللي قالوهولك، بس بعد ما تمشي معك السياره بتروحي بتاخدي حاجاتي من غير ما نقول حاجه لاي حد، بتاخديهم ونطلع من غير ما حد يشوفنا. بكره ليه بكره؟ عايزه تكسبي وقت. لو عندك حد تاني في حياتك قولي لي. انا كلمتك في التليفون عشان كان محتاج لحد يخرجني من هنا. لو عندك برنامج تاني. برنامج شو؟ مش هزعل، عندك حياتي وانا عندي حياتي. بس لو سليمان كلمك او لو شفتي ما شفتنيش، ما تعرفيش انا فين ولا حاجه. بس كده. طيب دخلني كانت لسه. نبيل بليز. نبيل بليز نعم عمرك. بس انت يا استاذ زياد في جرحة
سائق الحافلة مصطفى درويش البالغ من العمر 45 ساعة بقوله: أوقفنا حاجز محروس من طرف الكتائبيين، كما أن نزل أحد المسؤولين الفلسطينيين للتفاوض معهم حتى انصب رصاص من الرصاص على الحافلة من كل ناحية. استمر إطلاق في مدة 20 دقيقة. في فاسولين وخلوا الأطفال ترى شوي مع الكاميرا ترى شوي اتصل السيد ياسر عرفات برؤساء الدول العربية مطالبا إياهم بالتدخل حتى يمنع حد الاتحاد الكتائبي وحتى تحبط المؤامرة التي تهدف إلى تعكير العلاقات اللبنانية الفلسطينية. بعد أن اجتمع مع مجلس الأمن الداخلي أمر الشرطة بالدخول إلى الشوارع مهما كانت العراقيل وإلقاء القبض على كل المتهمين، ولا بد من تسليم المجرمين إلى العدالة وفرض احترام القوانين. أعلن السيد محمود رياض الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سفره إلى بيروت عاجلا لوضع حد لهذه المعارك. العربي يضل مدي مزروب بالقدام ما يدري عليه، بس بليلة اجى لعنا جايب معه اخبار من ميشيل، قال انه طلع من المستشفى ورجع على الجنوب. كان العربي عامل حاله مرتاح، بس مبين من نظرته وحركاته انه مرعوب. مع هالايام مهمومة صامتة، صار لها مدة مش جايبة سيرة نبيل. انا وياها عايشين بنفس البيت بلا ما نلتقي، حالنا بتنطق. مها صايرة هالايام بلا دم، كأنه مش فارق مع الشي. ولقيتني وانا بهواك، خلصت الصبر معاك وبأملي بعيش ولو كنت متأكدة انه بدك تلفني. لا ما تسألني شي، بدي ارجع عن جديد. انت ما تتدخلني شي، انا بدي اتصرف لوحدي. هلا كل هيدا عشان توصلي لهون؟ نعم. شو هيدا؟ اكيد عم بحلم، اكيد. انت بتعرفي شو؟ ما بقى في الا شغله وحده، تدعسي على رقبتي. كل ما رجع شعيد بيرجعوا الولاد يعلقوا من جديد صور اللي راح بعيد. طلعوا من صوركن، طلعوا من الحيطان، صرتوا مثل وردة حمرا تطلع بنسان. طلعوا من صوركن، طلعوا من الحيطان، صرتوا مثل وردة حمرا تطلع بنسان. والوردة الحمرا رح تيبس ورح يخلص الزمان. المهم هي تضل هون. إذا كان هيك أنا ما حصل، بدك نسجل نسجل. ما تظبط شيء ولا ميكروفون ولا بلوط، هلا نسجل بعدين نشوف. مش قادر أفهم. شو مهم؟ هلا نسجل بعدين نشوف نعمل بالشريط.
طلعوا من صوركن، طلعوا من الحيطان، صرتوا مثل وردة حمرا تطلع بنسان. طلعوا من صوركن، طلعوا من الحيطان، صرتوا مثل وردة حمرا تطلع بنسان. هلا بطلت أعرف شي. بالأول كنت أعرف كل شي عن الحياة، مش مثل هلا، مش مثل هلا. لما شفت أم كلثوم على التلفزيون مدري شو حسيت. انت قاعد هون عم تسجل اللي عم بقوله، ان شاء الله فاهم شي، ما انا مش عارفه اللي عم بقوله. قول انك بالحقيقه ما ممكن تآمن فيي، ما ممكن، ما ممكن تآمن فيي. عم تفهم هالشي انت؟ عم تحس هالشي؟ هلا حظها منيح كيف اختفت هيك. طيب ليش ساكت؟ كل شي فارغ. بعدك ما فهمت؟ أهبل؟ حتى مها يعني ما قبلت، بتضلها رافضة. وعلى على حالك شو عم تعمل؟ أنا ما بقبلك هي. بتفتش، عم بتفتش على شو؟ عم بتفتش على حالك. نايم؟ لا، عم تهدمني، خليني احكي. بس ما قلت شي، عم تسمع؟ كنت حمست. انزل بسرعة. لا معليش 6 وربع. ما لازم نفوت. لحظة. الو مها. الو مها. راسنا بعام. لا استنى شوي. تاع شارع الحوت. اوكي شارع الحوت في قنص، في ضرب، في متفجرات هونيك، ما في نهر. شارع الحوت. ها
ممكن؟ العالم جنت. بدنا تروح الحالة حتى نفتح لنا شي محل. ها هي الله يبعث له شيء بشري يا خيي. زينا من طبعا خضره بدنا بعثنا شيء جديد. الله العظيم بخير وخير. شو سامع انا؟ شو سامع؟ شوف ميت. الناس شوف فوق وين خطوة. لا بعطيك انت. انا صحفي. معك بطاقة؟ هويتا شمعان هو ما الشيخ هو لا عندما تتمتع بلذات الحياة هل الأوجاع والألم تحط من قوتك؟ جرب لصقة كالونفاس. لصقة كالونفاس المعدة طبيا لما طريق العين كانوا يقولوا له هل بسم الله ويغسل عيني يخليها الام. تركي هالوراق من ايدك وروحي ارتاحي. صار لك 18 ساعة واقفة. يلا لا تركي 5 دقايق، في عندي شغلة بدي اعملها. يلا اكتبي اتركين وروحي. يلا خلص امبارح. يلا مش صرت امبارح. في الاخبار تبعون الشيخ بعدين اسمعوا. يلا اكتبي يلا خدي هالمنبه ربطيها بعد 3 ساعات بتفيق. لما تفيقني انا ما قادر فيق. الدنيا حرب. يلا لا الشباب كلهم بخير. ابو سعر صاب باجره. مرحبا شباب.
عربي؟ اهلا كيف؟ طيب بعدك هون شو عم تعمل هون؟ والله ما بعرف حتى حط ما في. شو ما بدك تحكي مع بيروت؟ لا بدي سنترال نحكي مع الخارج. اوه مع الخارج بدك تنطر لك شي 3 ساعات بعد. شو الاخبار؟ وين الشيخ يمكن من عند على بكره ما هديت. فينك مرحبا كيف؟ فينك الان؟ هون بالبلد وين بدي اروح؟ انت دائما بحر راحك لحالك ما بتحكي. بس هيك بعد ما انت روح نام ارتاح. لا لا مش قادرة ولا لا عضهم. أهلا مشاور كيفك؟ وين؟ في خبر سرك بدي خبرك ايه؟ اسكت اسكت الله لا اعلم شو لا بجد انا جاي لهون مرقت على مكتب الحزب. بيتك تعرض لقصف وصار كومة احجار. ليش بعدك ساكنه هونيك؟ لا عندي كم من غلط هونيك نازلة على الناس اصحابي. مش هيك؟ كنت هونيك انت؟ ايه كيف الوضع؟ يا اخي انا بعدين بخبرك. على فكرة عم تشوف رؤوف هالايام؟ بهالايام حي يعني بعدين صار يفهم الاشياء شوي شوي. ما في شيء بدي لك اياه، رح تشوفي هند معي؟ اذا صدق شفتيها ممكن اكتب لك كلمتين؟ لا ما في لك تليفون. يسلم. شو بدي جوزيف شفت التكست؟ عربي طول بالك وما تخاف خلص رح دبر لك اياها القضية وما نحن بامان هون منك شايف؟ كيف ما نشوف. الو شو صاير عندها؟ لا هون ماشي الحال ما في شيء. لا هلا ما بعرف شو عم بيصير. ايه طيب برجع بحكي معك. طلع هيك في الليل. ما هيعطي هلا هند. طيب اوكي. نهلا نهلا منيح انك جيتي. ساكنة هون انت هلا؟ ايه بس مسافرة. تعي. Tu te rappelles mon projet de faire une tournée chez les princes عم يتحقق. بتعرفي تحسنت كتير. مش مثل ما كانوا يفكروا المساطيل. الكادي اللي ما كان إلي هيدي هي الغلطة. مني صغير. نهلا شو بكي؟ شو في؟
العربي 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 كيفك؟ شو عندك اخبار؟ سافرت بالشرف. تعرف اني بحاجه لها؟ بحاجه لروح هيك بقوه اكثر على مطرح ماني رايح هلا. ليش كنت على هذا الشيء؟ ليش؟ ضلوا داعس على اجراءات هيك ما بدي احكي شيء، صار طلع فيها كثير قرود حتى داكش الاجراءات ضلوا ماشيين، طلع في يجي قرود داكش الاجراء ما كانش الاجراء. بالاخر وقف الاتوبيس على المحطه، زهق هذاك منه قال له يا خيي عمال ما اعرف شو الاجراء. قال له ليش بدك تنزل؟ بس ضلوا داعس على اجراء وفقنا ما فهم لا. يلا غير مرة واحدة وقفت شاكل هلا جماعة نحن حالتنا ماشي حال ايه، بس الجماعة قالوا لي ما بتعتقد ان حالتهم احسن من حالتنا؟ ايه هدي ما بتحسي انه هن دايما خطوة قدامنا، دايما بيضربونا قبل، دايما بياخذونا على بغتة؟ لا حياة الدين. شو عم تحكي انت؟ عارفه شو عم تحكي؟ شو مفكر يعني؟ شو؟ انه مزبوط انه ايه لازم كنا نفكر نحن والحركه الوطنيه انه هن محضرين حالهم قبل هلا، مزبوط كان لازم نفكر يعني انه نعطيهم اهميه اكثر. ايه بس ما بدك تشوفي وضعنا نحن كيف كمان؟ انت بتعرفي انه احيانا بتطلع روحي ما بقعد فيه، ما بتعب لدرجه انه ما بقعد شوف، بس بضلوا بيشتغل. انت ما تشوفي الاشياء بلحظاتها بحذافيرها، شوفيها بتطورها بحركتها بابعادها. ما وينك انت؟ انا؟ ويني؟ لو تخلي الواحد يحكي لقال لك ويني وين رحت؟ عملت شو عملت اللي بالقضية؟ ايه؟ كيف ما في محلات على الطيارات؟ شو كل اثنين رايح على الطيارة؟ على 15 يوم؟ طب اوطوموبيل للشيء؟ ما في بنزين؟ طيب اوكي برجع بتصل فيك. ممنونة. ما في شيء؟ لا صعب كثير صعب، ما شايف البلد عم يحترق؟ انت كمان؟ شو نعمل؟ شو؟ بتعمل؟ شو بدك تعمل؟ 3 مرات دبرت لك اياها و3 مرات جانبك ما رحت. شو 3 مرات؟ إيه؟ أول مرة ما كنت بالسيارة تاخذني على دمشق. ثاني مرة لازم نروح، بدي نروح معها. بدك بعرف بدك. لو تشوف انا شو بدي اشياء، ما شايف الوضع، ما شايف البلد عم بيحترق، كلام بسرك ما بتعرف حالك شو بدك تصير. شو صار؟ هيدا؟ هيدا اللي كان ناقصنا. هذا ناقصنا. كمل. بسيطة روق وجايب لكم الضوء بسيط. لا في ضوء. والله لا تعال شوف تعال عايزة حاجة؟ تفضل عربي. بدك تروح معي؟ يقول لك اذا بدك ولا ما بدك كله مثل بعضه حبيبي. نعم تفضل. هذه المارشات بدها تتغير كله. احكي معهم بالمطبخ خلي يحطوا صفحات. خالد شو يا الخبريه؟ شو خبرك؟ اتفاقية سينا. تفضل طلع. شو نعمل يعني؟ شو بدك تعمل؟ كله بدك تغيره ايضا كله. تكي سمير الله يخليك تكي. شو بدك من الخبر ما بكفيك هيك؟ خلص كله هذا بدك تغيره. هون بدك تشيله هذا ما بقى له عازل. خلص غيره بقى. ايه سمير. حالنا فيه واضح هذا مشان مش صاحك من اللجنة تبع الحي؟ ايه صاحبي شو؟ كيلو عن الزبالة اللي وصلت لسطح البناية بتصنع من الريحة مش حبيبي الناس وصلتها من الفاس. لحبيبي بعيد تكفي فترة عنك ما بتعرف تقوم تقول له انت؟ طيب ماشي انا ايه اذا رح تصوبوا قول له المي مقطوعة الجرير مسدود يخيب الريحة طبعا بخيب بدتها انا
هاي يحيى عندك بقى. هاي هلا تأكدت من الخطر، بقى في خطر. هذا كله شيله كله هيدا، سامع؟ ما في يعني عارفة بتروح خلص بتروح خلص. سامع ولا شو بدك يعمل بعد هيك اخبار يعني بده يغني. كل ربع ساعة واحدة وهلا كله لدقيقة قذيفة تقدموا مين واحد هيدي والله ما في إلا شغلة ناقصنا نزت على وجوه بعض أنا بالنووية نرتاح ومنريح. مهمة كيسنجر عبر هذا الأخير عن عمل الولايات للشرق الأوسط في محاولة جديدة لإبرام اتفاقية حول سيناء ما بين القاهرة وإسرائيل. السادسة ونصف الساعة الآن في دار الإذاعة الإسرائيلية من أورشليم القدس. سيدة بعد نيويورك أكدت صحيفة التايمز أن الولايات المتحدة قد وعدت إسرائيل بأحدث أنواع الأسلحة بينها الطائرات. نسيت معنا تعرف شو عملوا هون كل اتصال لأنه رح ننام كلنا هون الليلة حتى إذا الفكرة ما عجبت رأيك. أحسن شي نروح الليل، شو رأيك؟ طبعا نروح، ما شايفني عم ضب كل شيء هون. شو مالك؟ سيبوريون لازم نفوت سفارة. سفارة؟ 3 أيام، كل 3 أيام تتصل فيهم مرة وبتعطيهم معاد وما بتروح، لك طلع دينهم منك، ما بتعرف؟ أكيد عم تضحك عليك. صح. نزل فيلم؟ نعم. لك يا الله أنت رح تجدد. مها مها شو عم تصلي؟ مين قال؟ لي فرور عم تصلي. لا مين قال لك عم تصلي؟ من جاب الماي هذا؟ في حد يسمع على الراديو؟ طيب ناخذ.
جبت بنت؟ بيضل مثل الشتي